قال لك الصيف هذا برعايه الكسره محشيه، وعلى بالي كامله يتلفت لكم هاد العشيه واش ديروا عشاء عليكم وعلى فطير محشيه. زيد لاباط هذه بزاف خفيفه، وراح نوريكم واحد الطريقه كيفاه تقلبوها في الطاجين، طريقه يعني سهله للمبتدئين. نحتاجو كيلو تاع السميد يكون رطب، ونفس الكيلو نديروها فرينه، وهنا نضيف نص مغرفه تاع الملح، ونزيدو مغرفه تاع السكر تكون مسطحه، ومغرفه خميره الخبز. نخلطوا مليح هذوك النواشف تاعنا، وهنا عندي كاس تاع الحليب لازم يكون دافي، وربع كاس زيت زيتون كما تقدروا ديروا الزيت العادي. في هذه المرحله نخلط مليح، من بعد نطم بكاس تاع الماء يكون دافي، واكيد صاديبو نوعيه تاع السميد تاعكم الا كان يشرب كاباب تكون كثر. هنا طميت هذه العجينه اللي لازم تكون طريه. هنا كما شفتوا عجنتها واحد 2 دقائق هكذاك، وخليتها تخمر يا ربي 25 دقيقه سورتو مع هذا السخانه. لاصوص تاعنا اللي يحتاجوا فيها حبه تاع البصل تكون مقطعه، 3 حبيبات طوماطيش صغيورين يكونوا مقطعين، وسنينه تاع ثوم، وصدر تاع الدجاج، ولي زيبيس خليتهم لكم في الفيديو. قليت مليح كما شفتوا، وخليت طيب على نار تكون قليله، وما ضفتلهاش كامل الماء. نحيت الزر تاع الدجاج تاعي، لاصوص طوماط بردت، ديغازيت العجينه تاعي كما شفتوا هنايا، فتحتها بهذه الطريقه بالبابي كويسون عادي، حطيت لاصوص طوماط وصدر هذاك اللي كنت فتته من قبل، وانا الكسره محشيه نموت عليها بالكومونبير. تجي قراف بنينه، استعمل هذا الكومونبير تاع لو فيرمي اللي راكم تشوفوا فيه شفاولو لابواط تجي روج، يجي مخفف من الملح، وهاد الحاجه بزاف مليحه تساعد بزاف المرضى اللي عندهم السكر، عندهم لا طونسيون، يعني الكومونبير ما يجيش مالح بزاف، وجامي شتا من غير لا مارك لو فيرمي اللي داروا. وبالمناسبه نقول لهم يعطيكم الصحه اللي خممتوا فينا. انا كما شفتوا هنا وريت لكم هذه الطريقه اللي كنت نقلب يعني بالبلا تاع البيتزا، يعني الناس اللي يخافوا تكسر لهم ولا ما يعرفوش يرفدوها راني سهلتها عليكم. هذه الكسره محشيه تجيكم تقرمش ومن الداخل طريه، شحال بنينه لاباط تاعها بزاف خفيفه. ننصحكم تجربوها وبعثوا لي تطبيقاتكم. سلام.